كل سنة وانتم طيبين، وفي بيوتكم متهنيين، وبرمضان مبسوطين وفرحانين. يا رب يا رب يا رب رمضان يجي عليكم وانتم متهنيين ومبسوطين، ويا رب يجي علينا رمضان بالهنا وبالفرح وبالسرور. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا رمضان يا جماعة يعني فول وطعمية، واحنا كشعب الشعب المصري طبعا الاساسي في السحور عنده الفول والطعمية. فطبعا ما ينفعش رمضان يجي ومن أو يعني ما اقولكوش او ما اعملش معاكم الفيديو بتاع الطعميه. فاذا انتوا حابين بقى الطعميه على اصولها، تبقوا تاخدوا الطعميه من اصل الطعميه نفسه. فانا هوري لكم الطريقه بتاعه الطعميه، الطريقه الاصليه. ومعانا هنا ربع كيلو حمص، ومعايا نص كيلو فول مدشوش. انا هعمل يا جماعه طريقتين للطعميه. طريقه اللي هي الطعميه السوري بالحمص السوري، او اللي هي الفلافل السوري، وطريقه الفول المدشوش بتاعتنا العاديه المصريه العاديه. انا هبدا الاول بالحمص. زي ما قلت لكم معايا ربع كيلو حمص، ومعايا يعني حوالي نص حزمه او نص ربطه كزبره خضراء. في ممكن تعملي انت، في ناس بتعمل الحمص من غير خضره خالص، بس يعني بيبقى ابيض. انا بفضل الطريقه اللي بنحط لها شويه كزبره خضراء او بقدونس اخضر. معايا هنا كان فص توم، حوالي 5 6 فصوص توم، ومعايا بصلة صغيرة. بكل مقادير اللي هي الفلافل السوري او طعمية الحمص. خلاص، بتجيبي الكبة بتاعتك كده وبتفرميهم. زي ما انا قلت الفول الاول والحمص بيبقى منقوع قبلها بليلة، يعني تعمليها من بالليل، وبعدين تقوم الصبح كده قبل ما الاولاد يقوموا تقومي تفرميها وتحمريها، تبقى طعمية طازة واحلى من الجاهزة او اللي بتشترى من بره. حتى انت ضمناها وضمن النظافة بتاعتها وضمنه يعني ايه الطريقة بتاعتها. خلاص، انا هنا بليت الحمص بتاعي، وزي ما انا قلت لكم حطيت المكونات بتاعتي وجبت الكبة. لو انت الكبة بتاعتك بقى مش هتمشي معاكي، يعني ممكن تزودي لها حوالي ربع كوباية مية. كل ما بتنعمي الطعمية كل ما بتديكي يعني ايه، ما بتبقاش عجينة وتبقى مفتحة وتبقى منفوخة كده، وبترمي معاكي برضو كمية اكتر. يعني علشان يعني ايه المية بتبقى ايه، بتخليها هشة كده. انا عجنتها يعني فرمتها في الكبه وسبتها وركنتها. هاجي بقى للطعميه اللي هي طعميه الفول المدشوش بتاعتنا. طعميه الفول المدشوش يا جماعه انا بعملها بالكرات المصري، خلاص، او المصري زي ما بيقولوا. فهنا معايا برضو نص حزمه، ما بتكتريش، لان كل ما الطعميه بتبقى واخده اللون الاخضر زياده عن اللزوم، بتبقى يعني ايه قلبها مغمق كده وقلبها اسود، ما بتبقاش اخضر ومفتح من جوه. وعندك برضو في ملاحظة تانية، الطعمية يعني الاصل فيها هو الكرات، ما بتحط لهاش الشبت. الشبت يا جماعة بيغمق الطعمية معايا او بيسود القلب بتاعها. هنا زي ما قلت لكم معايا حوالي 5 6 فصوص توم برضو. اهم من ده كله يا جماعة، اللي هي السر في الطعمية وحلاوة الطعمية، هي معلقة الكزبرة الناشفة. الطعمية بتاعتك عايزة لها طعم وعايزة لها ريحة، وزي المطاعم او زي الطريقة الاصلية بتاعتنا، مش الكزبرة المطحونة، لا. معلقة كبيرة كزبرة ناشفة بتفرميها في العجينة، بتخلي عجينة الطعمية وهم، بتودي الطعمية معاكي في حتة تانية خالص. خلاص، هنا بفرم الكمية كلها بنفس الطريقة. وانا هعمل معاكم يعني هحمر معاكم شوية من هحمر معاكم شوية من العجينة بتاع الفول بتاعتنا وعجينة الحمص. هنا طبعا بكيسها في الأكياس. طبعا شوفي أنا بكيس كمية كبيرة جدا. الكمية دي لو انت هتشتريها من بره هتشتريها مش أقل من 10 15 جنيه. فشوفي بقى يعني حوالي الحمص والفول كلفوني يا جماعة حوالي 25 جنيه. فشوفوا بقى ال 25 جنيه يرموا معايا كمية قد ايه غير اللي انا هعمله كمان. طبعا حتى الطعمية كمان يا جماعة اسعارها غلت. انا هنا بعملها بحط العجينة عجينة خام، يعني مش ضايفه لها ما ضفتش التوابل ولا ضفت الملح ولا ضفت مية ولا ضفت حاجة. ليه؟ لان انت اول ما بتيجي بتعجنيها او انت ما بتيجي تحمريها على البوتاجاز او بتحمريها في الزيت، بتحطي بقى العجينة بتاعتك بتسيبها تفك شوية، وبعدين بتزودي لها بقى. يعني لو انت هي محتاجه ميه، لو ناشفه معاكي، لو لقيتها ناشفه زودي لها كده حوالي شويه، يعني معلقتين 3 ميه كده، وقلبيها علشان تبقى نافشه معاكي وتبقى خفيفه وتقب معاكي. بعد ما بتزودي لها الميه بتاعتها وبتقلبيها ببعضها، بتحط لها بقى التوابل بتاعتنا اللي هي برضو كزبره مطحونه وفلفل وكمون وشويه ملح صغيرين.
انا طبعا حطيت معلقه سمسم هنا يا جماعه، علشان انا يعني ما بفضلش السمسم من بره. بس انا هحط لكم برده سمسم من بره، لان السمسم لما بتحطيه من على وش الطعميه بيبقى في قلب الزيت، فبينزل منه في الزيت كتير. فانا حطيت في قلبها برضو في العجينه، وهحط من بره. تحط شويه بيكربونات وشويه صغيرين، حوالي ربع معلقه، ما بتكتريش، ده بيفتح قلبها. بس انا هنا ما ضفتش، لان العجينه بتاعتي انا فرمتها كويس في الكبه، ولما بتفرميها وبتنعميها كويس في الكبه ما بتحتاجيش اي يعني لا بيكنج باودر ولا بتزودي لها بيض. لو ما عندكيش بيكنج باودر ولا عندك اي حاجه وانت حباها تبقى هشه بزياده، بيضه صغيره كده بتقلبيها على عجينه الطعميه وبتقرصيها عادي، او بتقطعيها عادي. لو انت عندك بقى المكبس بتاع الطعميه، عايزه تعمليها بالمعلقه، عايزه تعمليها زي صوابع الكفته، عايزه تعمليها دواير زي ما انت عايزه تعمليها كده اقراص زي ما انا بعملها على ايدي. انا بفضل يا جماعه اعملها بالطريقه دي. فما شاء الله يعني انا عملت كميه بسيطه جدا وخزنت الباقي لسحور رمضان. يعني ما شاء الله القرص من دول يا جماعه لو انت هتشتريه من بره القرص مثلا هتقولي بجنيه، فالكميه معانا دي يعني دخلت ما شاء الله في دخلت 10 15 جنيه. انت اولى، انت حبيبتي اولى بكل جنيه. واحنا بنعمل الطرق البسيطه، هي حاجه سهله خالص ومش مكلفه. وبعدين هتقول الزيت غالي وما الزيت غالي والتحمير، لا هما شويه زيت زي ما احنا حاطين كده، وبعدين هنصفيهم وبرضه هتخلوهم للتحمير في جنب. لان انت يعني كل يوم هتعملي فول، هتعملي او ممكن تعملي بهم تصفيهم وتشتغلي بهم على طول. هتعملي فول، هتعملي حاجه، فما تركنهمش. خلاص. انا عملت طعميه الفول دي. طعميه الحمص يا جماعه انا ما ضفتلهاش اي اضافات خالص، اكتر ما حطيت لها الملح، وحطيت لها شويه اللي هو الكمون والكزبره المفرومه، وقلبتها ببعضها برضو بشويه ميه وحمرتها هنا. ما حطيتلهاش سمسم ولا حطيت لها حاجه. طبعا انا حمرت اللي هي طعميه الفول الاول، وحمرت طعميه الحمص. كان المفروض بتاعه الحمص الاول عشان هي مش مضاف لها سمسم، لان السمسم انا زي ما قلت لكم بتحروق في الزيت. خلاص. الطريقه سهله وبسيطه خالص يا جماعه، كل حاجه سهله وبسيطه. بس احنا كده يعني ايه، نرمي الكسل ونقوم يعني ايه نعمل شويه نشاط كده عشان رمضان داخل. الطعميه بتاعتنا هي يا جماعه زي ما بوريلكم، الطعميه خفيفه جدا وهشه ما شاء الله عليها. انا عاملاها بايدي يعني، ما عملتش مكبس ولا عملت اي حاجه خالص، ولا خدت مني وقت. انا بس بليت الفول وبليت الحمص من بالليل، وقمت فرمتهم الصبح. انت برضو في رمضان كده ممكن لما تقوم الصبح من النوم قبل ما تعملي الاكل بتاعك بالليل الفول، وبالليل على السحور ممكن تفرميها في الكبه. مش كل يوم هتعملي نفس الخطوه ديت، هتعمليها وتركنيها عندك في الفريزر، وكل يوم هتطلعي كيس بكيس على قد احتياجاتك. احنا طبعا هعمل هنا ميكس طعميه، يعني طعميه من الحمص على طعميه من الفول، مع قرن فلفل شطه كده مع زيتونه. يا سلام، الف هنا وشفا.